السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة عاملين ايه في الصيام؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. ايه بقى العبادة رقم واحد في رمضان؟ ايه هي أهم عبادة في رمضان بنتقرب بيها إلى الله؟ عارفين؟ هي قراءة القرآن. أهم حاجة في رمضان قراءة القرآن. يعني إيه؟ يعني لو انت عندك وقت يبقى تقرأي القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام، الصحابة السلف الصالح كله كانوا بيفضوا نفسهم خالص في رمضان عشان بس يقرأوا القرآن. تمام. فحتى ربنا قال عليه ايه؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى هو شهر القرآن. تمام، يبقى رقم واحد قراءة القرآن. احنا في المواصلات وقاعدين نقرأ قرآن، منتظرين دورنا في أي مكان نقرأ قرآن، في الشغل وعندنا وقت فاضي نقرأ قرآن. في أي وقت نقدر فيه إن احنا نمسك المصحف أو نمسك الموبايل بتاعنا ومنزلين برنامج المصحف عليه، يبقى أول حاجة نقرأ قرآن. تمام. والأصل نقرأه بتدبر. طيب خلاص مش عارفين نقرأه بتدبر، فخلاص نقرأ الورد بتاعنا ونخلصه خلال اليوم. اللي عايز يختم مرة فليه هيخلص جزء في اليوم، اللي عايز يختم مرتين جزئين، واللي عايز يختم 3 مرات في 3 أجزاء. فنشد حيلنا شوية. النهاردة 5 رمضان، فالمفروض بقى ايه؟ وصلتوا فين في القرآن؟ طيب احنا خلاص مش عارفين نقرأ القرآن، او خلاص الوقت دوت مش هعرف بقى، هدخل المطبخ ورايا بقى ترويق او حاجة كست مثلا، فيبقى اشغل القرآن جنبي واسمعه بانصات. احاول اسمع الشيخ بيقول ايه واسمع القرآن بتركيز. تمام. يبقى عرفنا اول حاجة واهم حاجة هي قراءة القرآن. طيب طب لو انت عندك ظروف ومش بتصومي، هو انا هوقف قراءة قرآن؟ لا، مش بوقف قراءة قرآن. اقرأي من المصحف. اقرأي من المصحف وانتي لابسة جوانتي او امسكيه بحائل. اقرأي من الموبايل بس خلي صوتك واطي جدا، لكن ما توقفيش قراءة قرآن. اللي بيحصل ان انت لما بتوقفي وبعد كده ترجعي عشان تقرأي، في الغالب بتلاقي ان الايام عدت منك، في الغالب بتحبطي، واوقات الشيطان بيتمكن منك وما بيخليكيش تكملي قراءة قرآن. فيبقى اهم حاجة يا جماعة في رمضان قراءة القرآن. اقرأوا على قد ما تقدروا. اختموا على الأقل ختمة واحدة في رمضان. واللي لسه ما بدأش يلا يشد حيله ويمسك المصحف ويبدأ قراءة قرآن. تمام. وما ننساش نصلي على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.